الحادثة وقعت صباح اليوم قرب فاس عندما اصطدمت حافلة لنقل مسافرين بسيارة أجرة كبيرة قادمة من تونت. الحصيلة الأولية مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرون بجروح، 2 منهم حالتهما خطرة، نقلوا جميعا إلى المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. باقي الضحايا وحده في مريضه في حاله خطيره، في ناس على مستوى الانعاش، كتعرف نزيف على مستوى الدماغ. الحاله ديالها الان مستقره ودارت الفحوصات اللازمه ويدير الله الخير معها. باقي الضحايا دي بليسي ليجي، جرحى بساط، تلقاو العنايات اللازمه وغادروا المستشفى. شهادات بعض الناجين تفيد بأن الحادثة قد تكون ناجمة عن فقدان سائق التحكم في الحافلة لتصطدم هذه الأخيرة بسيارة أجرة قادمة من عين عيشة. أنا كنت راكب في وسط الكار، ما شفناش كيفاش شنو وقع. كان كيجي بسرعة؟ لا ماشي بسرعة، ما عنده سرعة. مدوبل ما عنده سرعة. كنا جاي معين عيشة حبيب الفاس، وهي هذيك اللي كنا جايين من فاس، الكار مع تلعب به ولا شني، جا لها هكا خرج اللاكوش، هي هذيك منين طحنا هكا بين الكوسان، شي طاح على شي، ملي طاح شي على شي هي هذيك كان خرجنا. هذا وقد تم فتح تحقيق لتحديد الملابسات والأسباب الحقيقية لهذه الحادثة المميتة.